يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه كما في سورة الحشر: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. كل من يحاد تمام يعني يكون عنده من المحاددة والمخالفة لله والرسول فإنه ينزل به تمام أشد أنواع العقوبات، نسأل الله السلامة. واستنبط العلماء من ذلك عفو الله على المجتهد إذا أخطأ وعدم مؤاخذته، فقد اجتهد المؤمنون في قطع نخل بني النضير من أجل إغاظتهم حتى ينزلوا من حصونهم، وأخطأوا في ذلك إذ قطع النخل المثمر فساد، ولكن الله تعالى لم يؤاخذهم لأنهم مجتهدون. وقوله هنا ما أفاء الله على رسوله، قوله ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله أي وما رد الله ليد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال بني النضير، تمام، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أي ولا أسرعتم في طلبه والحصول عليه خيلا ولا إبلا، أي لم تعانوا فيه أي مشقة، تمام، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وقد سلط الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على بني النضير ففتح بلادهم صلحا. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أي وما رد الله على رسوله من أموال أهل القرى التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، فلله وللرسول ولذي القربى أي لله جزء ولرسوله جزء ولقرابته رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء واليتامى جزء والمساكين كذلك، واليتامى والمساكين وكذلك أيضا وابن السبيل جزء من ذلك. هذه تقسم على هؤلاء المذكورين بنص القرآن الكريم بالسوية. قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء أي كي لا يكون المال متداولا بين الأغنياء الأقوياء ولا يناله الضعفاء والفقراء. ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أي وما أعطاكم الرسول وأذن لكم فيه أو أمركم به فخذوه وما نهاكم عنه تمام فانتهوا، تمام. واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا رسوله
واحذروا عقوبة الله على معصيته ومعصية رسوله فإن الله شديد العقاب. ما زال السياق القرآني في غزوة بني النضير، إنه بعد الصلح الذي تم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تركوا حوائطهم أي بساتينهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغب المسلمون في تلك البساتين، ورأى بعضهم أنها ستقسم عليهم كما تقسم الغنائم، فأبى الله تعالى ذلك عليهم، قال وما أفاء الله على رسوله، أي وما رد الله على رسوله من مال بني نضير. وكلمة رد تفسير لكلمة أفاء، لأن الفيء الظل يتقلص ثم يرجع، أي يرد. تمام. وأموال بني النضير الأصل فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بني النضير عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى المعاهدة، بمقتضى هذه المعاهدة أبقى عليهم أموالهم، فإذا نقضوا العهد وخانوا لم يستحقوا من المال شيئا، لا سيما وأنهم تآمروا على قتله وكادوا ينفذون جريمتهم التي يعني تحملوا تبعتها ولو لم ينفذوها. وبداية القضية سوف أذكرها لكم، لكن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قال كانوا سيرتكبون أعظم جريمة في التاريخ، وذلك أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نص المعاهدة التي تمت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين بني النضير من جملة بنودها أن يؤدوا ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتحمل من ديات. تمام. وبعد وقعة أحد بنصف سنة تقريبا حدث أن عمرو بن أمية الضمري قتل خطأ أو قتل خطأ رجلين بني كلب أو بني كلاب، فجاء ذووهم يطالبون بديتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو المسؤول عن المسلمين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضير في قريتهم التي تبعد عن المدينة بميلين، يطالب بالإسهام في دية الرجلين الكلابيين بحكم المعاهدة. فلما انتهى إليهم أنزلوه هو وأصحابه بأحسن مجلس وقالوا ما تطلبه هو لك يا أبا القاسم، ثم يعني خلوا بأنفسهم وقالوا إن الفرصة سانحة للتخلص من الرجل، فجاءوا برحى يعني مطحنة من صخرة عظيمة وطلعوا بها إلى سطح المنزل، وهموا أن يسقطوها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الجدار مع أصحابه. وقبل أن يسقطوا الرحى أوحى الله إلى رسوله أن قم من مكانك، فإن اليهود قد أرادوا إسقاط حجر عليك ليقتلوك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفور وتبعه أصحابه وسقط في أيدي اليهود، وما أن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعلن الخروج على بني النضير، فإنه نقضوا عهدهم ووجب قتالهم، فنزل بساحتهم وحاصرهم، وجرت السفارة وانتهت بصلح يقتضي أن يعني يجلوا بني النضير عن المدينة، يحمل أموالهم على إبلهم دون السلاح ويلتحقوا بأذرعة الشام. فكان هذا أول حشر لهم إلى أرض الميعاد والمحشر، إلا أسرتين نزلتا بخيبر، أسرة بني الحقيق الذين منهم حيي بن أخطب والد صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذه الغزوة يعني بقية إن شاء الله بقية كلام قد مر بنا في السيرة شيء من ذلك، لكن سنعيده إن شاء الله. وعند قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخر ذلك. من هنا علمنا أن مال بني النضير هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفاءه الله عليه، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير. ولما طمع المؤمنون فيه قال تعالى ردا عليهم فما أوجفتم عليه أي على أموال بني النضير، أي ما ركبتم إليه خيلا ولا إبلا ولا أسرعتم يعني عدوا إليهم أو عدوا إليهم، لأنهم في طرف المدينة فلم تتحملوا سفرا ولا تعبا ولا قتالا. تمام. ولا شيء، لا موت ولا جراحات، فلذا لا يحق لكم فيه أو في هذه الأموال، فإنها في وليست بغنائم.
ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء بدون حرب ولا قتال، فيفي عليهم بمال الكفرة الذي هو مال الله فيرده على رسوله. وقد سلط الله حسب سنته في رسله محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه بين نظير، فحاز المال بدون قتال ولا يعني سفر، فهو له دون غيره ينفقه كما يشاء. ومع هذا فقد أنفقه صلى الله عليه وسلم ولم يبق منه إلا قوت سنة لأزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. قوله والله على كل شيء قدير لا يمتنع منه، يعني لا يمكن يمتنع أحد من قوة الله ولا يتعزز عليه إطلاقا. قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي من أموال أهل القرى التي ما فتحت عنوة ولكن صلحا، فتلك الأموال تقسم فيئا على تقسم على فيئا بين المسلمين، أولا لله ولرسوله ولذي القربى أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وابن المطلب واليتامى الذين لا عائل لهم، والمساكين الذين مسكنتهم الحاجة، وابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلاده وداره وماله. وعلة ذلك بينها تبارك وتعالى بقوله كي لا يكون، أي المال دولة أي متداولا بين الأغنياء منكم لا يناله الضعفاء والفقراء. فمن الرحمة والعدل أن يقسم الفيء، تمام، يقسم هذا الفيء لهؤلاء الأصناف المذكورين، وما لله فهو ينفق في المصالح العامة، وكذلك ما للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والباقي للمذكورين، وكذا خمس الغنائم فإنه يوزع على المذكورين في هذه الآية. أما الأربعة أخماس فعلى المجاهدين. طيب بارك الله فيكم، قد تكرر الكلام معنا هنا بارك الله فيكم. ثم قال سبحانه وما آتاكم الرسول من مال وغيره فخذوه وما نهاكم عنه من مال وغيره فانتهوا واتقوا الله فلا تعصوه ولا تعصوا رسوله واحذروا عقابه فإن الله شديد العقاب، أي معاقبته قاسية شديدة لا تطاق، نسأل الله السلامة. فيا ويل من تعرض لها بالكفر والفجور والظلم. هداية الآيات هذه أولا بيان أن مال بني النضير كان فيئا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن الفيء هو ما حصل عليه المسلمون بدون قتال، وإنما بفرار العدو وتركه أو بصلح يتم بينه وبين المسلمين. هذا الفيء يقسم على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، إذ قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين بالسبيل. وأما الغنائم وهي ما أخذت عنوة بالقوة وسافر إلى المسلمون فإنها تخمس، خمس لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يوزع بينهم بسوية، والأربعة الأخماس الباقية تقسم على المجاهدين الذين شاركوا بالمعارك وخاضوا للراجل قسم وللفارس قسمان. كذلك من هداية الآيات وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتطبيق أحكامه والاستنان بسنته المؤكدة وحرمة مخالفته فيما نهى عنه أمته. روى الشيخان أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المتغيرة خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت، فقال ما لي لألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. قال فإن كنت قرأتي فقد وجدتيه. أما قرأت قوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت بلى. قال فإنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه أي الوشم. فهذا بارك الله فيكم ما يتعلق بتفسير هذه الآيات المباركات، وهي قوله تبارك وتعالى من سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فأسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.